من بعد ما اغتصب جوز امها طلب خطيبة منها شهادة العذرية. السلام عليكم. قصتنا اليوم من المغرب عن رجل بسيط كتير يقرر بيوم من الأيام يتزوج، بده يدور على عيلة يكون وضع يعني الأهل البنت وضعهم بسيط ومتواضعين وكذا. المهم بلاقي عيلة وبيتقبل أو هن كمان بيتقبلوا على وضعه، يعني كونه المستوى المادي نفس الشيء، والبنت كمان بتوافق كونه هذا الرجل ابن حلال. المهم بتزوجها وبياخدها على بيت بيستأجر البيت، وبيعيشوا حياتهم طبيعي، بروح بيشتغل كل يوم، بيطلع الصبح برجع المساء وهلم جرة. المهم بعد 9 أشهر، طبعا هي حبلت، بعد 9 أشهر بتجيب له بنت بسموها مرجاني. أما شو هالمرجاني ما شاء الله عليها، بنت حلوة كتير، فتحة العين عليها هيك لونها أخضر، وهالشعر المنبت الصغير الأشقراني وبيضة بيضة. انبسط الاب والام على هاي البنت ما شاء الله، وقرروا انه خلص هاي البنت وزياده ما عاد يفكروا انه يجيبوا اولاد، يا دوب انه شغل الاب يكفي اكل شرب له ولمرته ولبنته. وتروح الايام والسنين، حوالي 4 5 سنين، وحياتهم ولا احلى من هيك. لكن الحلو ما بيكمل. بكون هذا الرجل الصبح رايح على الشغل، تيجي سياره وبتدهس وبموت بارضه. تدرس زوجي بخبر وفاة زوجها، بتنصدم وبتصير تبكي وتشلخ بشعرها وكذا، لكن قضاء الله ونفذ. بيعملوا له عزل هالرجل وبتمشي الدنيا. هاي الزوجة صارت تشتغل بالبيوت خدامة، من بيت لبيت من بيت لبيت، لكن سبحان الله تعبت، ما عاد تقدر توفق بين رعايتها لبنتها وشغلها برا، فقررت انه تتزوج. فقالت اي شخص بيجيلي اني بده يتزوجني انا بوافق عليه عشان اقدر اربي بنتي. وبالفعل اتقدم لها رجل يعني موظف وعنده شقه ووضعه المادي مقبول. بتوافق عليه هاي الزوجه وبتزوجها، بطلعها من البيت الاجار اللي ساكنه فيه هي وبنتها، وبيسكنوا ببيت هذا الرجل. لكن هذا الرجل طلع انسان واطي وحقير، مقضيها مشروب، وما بدير باله لا على مرته ولا على هاي البنت، وحشيش ومخدرات لكن الزوجة هاي بدها تتقبل، بدها تربي بنتها. وتروح الأيام وتيجي الأيام، تروح الأشهر وتمضي السنين، وهاي البنت عم تشوف إنه إما عم تنزل من قبل هذا الرجل، وتكبر مرجاني ويصير عمرها 5 سنين. بيوم من ذات الأيام مرجاني كانت نايمة، وإجا هذا الرجل على البيت سكران بالليل، فات على مرجاني بالليل على غرفتها واعتدى عليها واغتصبها. هاي البنت صارت تبكي وبدها تصرخ، حط ايده على تمها قال لها اسمعي، اقسم بالله العظيم اذا بتخبري امك اني اغتصبتك والله العظيم لا حرقك حرق انت وامك واقلعكم بريت البيت واطردك في الشارع. اما اذا سكتي معاملتي راح تتغير معك 360 درجه، وراح اجيب لك هدايا واطعميك احلى اكل وكذا. هاي البنت سكتت وخافت وما بتعرف شو صار فيها، حتى يعني هو لما اغتصبها فتضل غشاء البكاره، بس هي البنت ما بتعرف. المهم سكتت البنت. تروح الايام والسنين وصار عمرها حوالي 19 سنه. خلال هالفتره البنت صار معها صدمه نفسيه، لا تروح تاكل ولا تشرب ولا تروح على المدرسه، وحتى قرروا انه يفصلوها من المدرسه. والام تسالها تقول لها يا مرجانه حبيبتي شو مالك شو في؟ تقول لها لا لا ما في شيء. المهم لما صار عمرها حوالي 19 سنه بينعجب فيها شاب اسمه حسن، هذا جارهم عمره 24 سنه، بيشتغل ببيع الاكسسوارات تبعيت التجميل تبعيت النسوان، ووضعه ماشي الحال. المهم لما شاف مرجاني بهالجمال وهالاناقه وما عندها لفه يعني فتات وطلعات وكذا، اعجب فيها وصارحها بحبه. المهم نشأت علاقه حب بيناتهم، واخر شيء مسك هذا حسن قال له تعالي لاقول لك يا مرجاني بصراحه، شو رايك نحط خبزاتي على خبزاتك ونتزوج؟ قالت له ليك انا بحبك وانت كمان بتحبني. قال لها انا بحبك، بس لك انا بحبك بجنون، انا بعشق التراب اللي رجلك بتدوس عليه. قال لها ليك معناتها راح اخبر اهلي واجي اطلبك رسمي من عند اهلك. قالت ماشي. راح خبر اهله، اهله بيعرف انه هدول الجماعه كويسين والمراه متواضعه والبنت حلوه وما عندها فرضا خرابيط هون وهون وهون. فقالوا له مش مشكله، راحوا تقدموا بشكل رسمي للبنت، ووافقت امها ووافق زوج امها. المهم وعاشوا احلى فتره
خطبة. لكن قبل ما يصير حفل الزفاف ب 45 يوم، رفقاته طبعا مرجانة ما خبرت خطيبة بالشيء اللي صار معاها لما كان عمرها 15 سنة. قالت يعني بجوز موضوعه وعدى. المهم قبل الزواج ب 45 يوم رفقاته لحسن بيقولوا له انت ليش ما بتطلب من خطيبتك تجيب لك شهادة العذرية؟ قال لهم يا جماعة ليش؟ قال لا يعني هو زيادة تأكيد عشان بكرة لا سمح الله، لا سمح الله عم نقول لك انه اذا بتتزوج والبنت بتطلع مش عذراء تروح تتخسر وكذا وهالمصاري وهالعرس وهالحفلة. قال يا جماعة مرتي بنت يعني خطيبتي شريفة مستحيل. قال يا اخي زيادة تأكيد. قال مش مشكلة. المهم راح لعند مرجاني وقال لها يا مرجاني تعالي انا بدي احكيك بموضوع. قالت له خير ان شاء الله. قال لها ليك يا حبيبتي قبل ما نتزوج يعني بقينا 45 يوم. قالت له تمام. قال لها قبل ما نتزوج بدي اياك تروحي انت وامك على الدكتور وتفحصي حالك. قالت له ليش افحص حالي؟ قال لها بصراحه يعني هي لا تزعلي مني، انا بعرفك انك شريفه وما عندك هيك شغلات، بس بدي منك تجيبي لي شهاده العذريه. وتنصدم مرجاني وتتذكر لما كان عمرها 15 سنه شو عمل فيها جوز امها. بس هي ما بتعرف يعني عذريه وغشاء بكاره وفضه وما فضه. قالت له طيب ليش؟ قال لها شو ليش؟ قالت له يعني ضروري؟ قال لها ايه ضروري؟ من شو خايفه انت؟ قالت له لا لا مش ما قصه مش خايفه يعني اني خايفه او كذا بس قالت له خلص مثل ما بدك. راحت عند امها قالت لها امي اسمعي خطيبي حسن اجى لعندي وقال بده ايانا نروح على الدكتور نفحص انه انا عذراء ولا مش عذراء. ورفقاته يعني اكثر من اللي تزوجوا وعملوا هاي الشهاده. قالت لها ما مش مشكله حبيبتي يعني انا الحمد لله انا واثقه فيكي وليتنا معروفه يعني ما بنعمل هي الشغلات العاطله. وبالفعل قررت بيوم من الايام تروح عند دكتور، وهذا الدكتور عنده عياده واسمه محمد الطلباني. هذا الدكتور كان كتير 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 انساني ومحترم. هو طب عام لكن انسان خير وقلبه لله. فبيقرروا باليوم الفلاني انه يروحوا. بتصل حسن بمرجاني قال له شو يا مرجاني امتى طالعين؟ قالت له يلا هلا عم نلبس وبدنا نطلع. قال لها معناته انا راح اسبقك على العياده وبلاقيك هناك انت وامك. قالت له تمام. لبسوا وراحوا على العياده. لقوا حسن هناك وقعدوا طبعا لحتى اجى دورهم. راحت فاتت مرجاني وامها. فلما فاتت لجوا هي وامها قال لها الدكتور خير شوفي. قالت له دكتور بس بدنا تعطيني شهاده العذريه لبنتي. استغرب الدكتور قال لها يا بنت الحلال لا تفكري يعني إذا الوحدة غشاء البكارة بعده موجود ما تكون مفزعة بحياتها. هذا الشيء العلم عند الله. وهذا الشيء أحيانا بتيجي الوحدة من بطن أمها عندها غشاء مطاطي أو أحيانا بدون غشاء يعني شغلات كثيرة، وأحيانا بكون في عيب خلقي. يعني هذا الشيء ما بيأكد على سلامة العذرية. قالت له مش مشكلة يا دكتور أنت افحص بنتي واعطينا الشهادة. قال لها مثل ما بدك تكرم عيونك. قال لها بس الله يخليكي اطلعي لبرا انت. قالت له ماشي. طلعت لبرا راحت عند حسن. قال لها حسن يا حماتي ليش طلعت؟ قال والله الدكتور طلب مني اطلع. هذا حسن تحرك الدم العربي فيه وركض على باب العياده باب الغرفه وفتح الباب. كانت شيء انه خطيبته عم تشلح ثيابها من تحت وبده الدكتور يفحصها. اول ما فات عصب عليه الدكتور ليش عم تفوت وشو دخلك انت؟ قال له هاي خطيبتي وانت ليش طردت ابها من الغرفه؟ لازم انا. قال له اطلع برا. لا لا برا. حسن سكر الباب وطلع ووقف. اجى الدكتور شلحت طبعا البنت هاي وبلش فيها فحص هيك. بعد ما فحص طلع فيها قال لها يا بنت بدي اقول لك انت عامله شيء. قالت له ليش يا دكتور؟ قال لها انت في شيء عامليته قبل هالمره؟ قالت له والله بصراحه استر علي الله يخليك. قال لها شوفي. قالت له لما كان عمري 15 سنه جوز امي فات لعندي على الغرفه واغتصبني واعتدى علي وانا ما بعرف اذا كان الغشاء موجود. قال لها لا يا بنتي غشائك رايح انفض غشاء البكاره فيك. وصارت تبكي وتصرخ من شان الله يا دكتور استر علي. قال لها كيف بدي استر عليك؟ قالت له بس اعطيني شهاده انه انا عذراء.
قال لها طيب بس وانت كيف بدك تدبري حالك بكره؟ يعني باقي لك يعني كم يوم هيك لتتزوجي. قالت له خلص انا بحاول اني اعمل عمليه ترقيع. قال لها مثل ما بدك. عمل لها الشهاده وطلعت لبرا مبسوطه وعم تضحك. قالت له تفضل يا حسن وهاي الشهاده اني عذراء. انبسط حسن وكذا وراحوا. المهم اجى موعد الزفاف. هي طبعا خلال هالفتره ما عملت عمليه الترقيه، قالت بجوز تمشي. المهم اجى وقت الزفاف بعد 45 يوم. طبعا بالعاده عندهم هاي العيله بحطوا خيمه كبيره وبيعملوا عرس وكذا. المهم لبسوها وانقوها لمرجاني، وحسن كذلك الامر تحمم وحلقوا له شعره ومبسوطين وعملوا هالحفله وخلصت. وفات حسن هو ومرجاني على غرفه النوم. خلال 10 دقائق حسن يصرخ على مرجاني ويضربه ويطلع على الشارع. عندهم عادة هدول العيلة انه اذا كانت البنت من مش عذراء بروح بهبط الخيمة، وهو هذا اللي صار. حسن لما طلع على الشارع هبط الخيمة. الناس عرفت انه هاي البنت من مش عذراء وانصدموا بالشيء اللي صار. هاي البنت راحت لعند امها تقول لها لامها يا امي حسن ضربني وقلعني لاني طلعت انا مش عذراء. قالت لها يا بنتي كيف مش عذراء؟ قالت لها ايه، انا لما كان عمري 15 سنه زوجك اعتدى علي واغتصبني وفضل غشاء البكاره. قالت لها زوجي؟ قالت لها ايه، وتناديه كان هو بالغرفه وتبلش فيه ضرب. هداك هرب، خاف وهرب. المهم برجع موضوعنا لحسن. حسن بعد ما هبط الخيمه قعد هيك وفكر. قال ليش هاي تخدعني؟ شو عملت لها انا؟ ليش من البدايه ما صرحتني؟ وتاني شيء انا بحط اللوم الكبير على هذا الدكتور الحقير الندل الواطي. شلون بيعطيها شهاده انه هي عذراء وهي مش عذراء، وهاي متآمر معاها؟ والله لألعن شرفه والله لأنتقم منه. المهم بعد يومين ثلاثه بروح حسن على عياده الدكتور، بفوت لجوا ولا بروح لعند السكرتيره بقول لها الله يخليكي معي صداع نصفي. هلا هو طب عام الدكتور، مع صداع نصفي الله يخليكي بس اذا بتعطيني موعد او افوت على الدكتور. قالت له مش مشكله، اقعد. قعد. حسن كل ما بده يجي دوره يقول له للشخص اللي قاعد جنبه خلص قوم انت، ماني مستعجل مبين عليك انت تعبان. المهم كل واحد بده يجي دور حسن يجي حسن يقدم او ياخر موعده. هيك لحتى خلصوا كل المراجعين وما تم غير حسن. بعد 4 5 ساعات الدكتور قال لها يا سكرتيرة في لسه حدا؟ قالت له في برا واحد. قال لها لا تدخلي هلا، بدي اروح على الحمام اغسل وجهي هيك اتنشط. قالت له تمام. وحسن قاعد ويشوف الدكتور يفتح باب الغرفة تبعيته ويطلع يروح على الحمام. الدكتور هذا مسكين عم بغسل ايديه وبعدين عم بغسل وجهه. حسن مباشرة لما شاف الدكتور فات على الحمام فات هيك وراه، والدكتور مسكين عم بغسل وجهه ويطعنه الطعنه الاولى الطعنه الثانيه بظهره، الثالثه اللي اجت من جهه اليمين ضربه هون. هاي كانت القاتله. والدكتور من ضرب الاولى والثانيه صار يصرخ وقع بارضه. حسن لما شاف هيك مباشره ركض بريت العياده. التمت العالم والتموا هدول الموظفين وكذا، لكن الدكتور توفى رحمه الله عليه. يتصلوا بقوات الامن. قوات الامن بتقلب الدنيا. مين هذا الشخص اللي قتل الدكتور؟ مين كان قاعد ومين فات ومين كذا؟ المهم شاف ندوه للسكرتيره قالوا له تعالي مين الشخص اللي قتل؟ قال والله ما بعرف. طب مين هذا اللي فات؟ قال هذا اجى لعندي وما اعطاني الهويه واعطاني اسم ويعني اعطاها اسم وهمي. مين هذا مين هذا؟ ما حدا. المهم صاروا يدوروا او يحققوا مع كل الناس اللي حوالين العياده. اي واحد ماشي بالشارع يمسكوه، اي شخص كذا ما توصل لنتيجه. لكن بالصدفه حسن ما قلنا ببيع مكياجات وما مكياجات داير بهالشارع وحامل هاي، فمسكوه بالصدفه عم بحققوا معه. فحصوه ولا شافوا بقايا نقط دم على ثيابه. يحلل البقع ولا بالفعل نفس زمر الدم الدكتور محمد. ياخذوه على القسم. قالوا له شو في بينك وبين الدكتور؟ قال ما في شيء بس قالوا له ليش قتلته؟ قال بصراحة
من فترة 45 يوم اجيت انا وخطيبتي، كانت خطيبتي طبعا، نفحصها يعني ناخذ شهادة العذرية وكذا. وشلح الدكتور وحبيت انا افوت، رفض. فانا غرت وصار الشيطان يوسوس لي، وانا قلت الدكتور شاف عورة زوجتي وقررت اني اقتله. قالوا له شو انت مجنون؟ يعني تفكر واحد مجنون ما بيصدق هذا الكلام. قال هذا اللي صار. طيب وين مرتك؟ قال مرتي بالبيت. راحوا جابوا مرته ما دريانه بالقصه نهائيا. قالوا لها تعالى هون. قالوا لها انت زوجة محمد؟ قال ايه بس هو طلقني. قال لها طلقك؟ طب ليه طلقك؟ قالت له يعني ما تفهمنا. قال لها ما تفهمته. لا لا احكي لنا موضوع تاني، شو القصه؟ ومحمد ليش قتل الدكتور محمد؟ قالت له حسن ليش قتل الدكتور محمد؟ قالت له قتلوا ليش؟ وانهارت وصارت تبكي. قالت له خلوني احكي لكم القصه بالتفصيل. قال له بصراحه انا لما كان عمري 15 سنه اجى جوز امي اغتصبني وفضل غشاء البكاره، وانا بصراحه لما خطبني حسن خفت على حالي ورحنا على الدكتور، بده كان شهاده العذريه، وانا توسلت للدكتور والدكتور من شهامته اعطاني الشهاده هاي. لكن بليله الدخله حسن كشف انه انا مش عذراء وطلقني. المهم أحالوها كمان للقضاء، وكمان ألقوا القبض على زوج إما لمرجاني، كمان اعترف في القصة بالكامل. وطلعوا مرجاني ما إلها علاقة نهائيا، طلعوها من القضية وحكموا على زوج إما لمرجاني بالسجن لمدة 17 سنة، وحكموا على حسن بالإعدام. بعد ما طلع القرار بالإعدام وبالسجن 17 سنة، راحت مرجاني على غرفتها وانتحرت. وهاي نهاية قصتنا، ولا تنسونا من المتابعة والإعجاب، والله يرحم شهداء غزة ولبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.